الفيديو النهاردة هنتكلم ازاي تحول نفسك من كده لكده. يلا بينا نتكلم. احلى مسا عليكم يا جيماوية، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. شباب وبنات، معاكم محمد عواد. لو انت اول مرة تشوفني هنا في القناة، بنتكلم عن كل حاجة ليها علاقة بتغذيتك، بتمرينك، بصحتك. من الاخر هتعمل فورمه، يعني هتعمل فورمه. موضوع حلقتنا النهارده عن علاج النحافه. ناس كتيره بتسالني، احنا رفيعين وعايزين نزيد، مهما بناكل ما بنزيدش، عايزين نزيد في اسرع وقت، عايزين نزيد باي شكل. قبل ما نعرف ازاي هنعالج النحافه لازم نعرف اسباب النحافه. اول حاجه يكون عندك زياده في نشاط الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي بتبقى هنا. الغده الدرقيه دي اللي مسؤوله عن سرعه الايض في جسمك، سرعه الحرق، هي اللي بتتحكم في كل حاجه بالنسبه انك تزيد او تخس. الغده الدرقيه عندك شغاله بصوره عاليه ونشطه بزياده، سرعه الحرق عندك هتبقى عاليه قوي. مهما هتاكل مش هيبان عليك، جسمك كده بمعنى اصح عامل زي المحرقه. اللي بيتحكم في الموضوع ده الغده الدرقيه. يبقى انت كده ممكن يكون عندك اول حاجه مشكله في الغده الدرقيه، عندك نشاط زيادة فيها، لازم تروح تعمل تحليل غدة درقية. الغدة الدرقية سبب من أسباب النحافة. تاني حاجة ممكن يكون عندك مشاكل في الكبد أو في الكلى، فلازم قبل ما تشتكي إنك عندك نحافة ومش عارف تعالجها لازم تعرف الدنيا عندك في الكبد وفي الكلية تمام ولا إيه نظامهم. لازم تعمل التحاليل دي برضو. تالت سبب ممكن يكون عندك انيميا وفقر دم. مهما بتاكل جسمك بيهدم ما بيبنيش. الانيميا وفقر الدم دول سبب قوي جدا في النحافة. سبب من اسباب النحافة برضو التوتر والعصبية والعادات السيئة اللي احنا بنعملها كل يوم. انت عندك توتر، بتقعد تهز في رجليك، بتقعد تلعب في شعرك، بتلعبي في شعرك طول ما انت قاعدة، بتعملي كده، بتلعب في دقنك، بتقعد طول ما انت قاعد عمال تفرك. الحركات دي كلها بتخليك تحرق سعرات زيادة جدا. حركات بسيطة بس بتخليك تحرق سعرات عالية. خلي بالك ما تتوترش، ما تتعصبش، غير عاداتك السيئة دي اللي بتعملها يوميا. طيب كويس، احنا عرفنا دلوقتي اسباب النحافة، هنعالجها ازاي؟ اول حاجة عشان تعرف الحل لازم تعرف المشكلة فين. يعني انت دلوقتي لو عندك خلل في الغدة الدرقية لازم تظبطها الاول. عندك مشاكل في الكلية لازم تظبط المشاكل اللي في الكلية. عندك مشاكل في الكبد لازم تظبط المشاكل اللي في الكبد. عندك اي مشكلة عضوية لازم تعالجها الاول، وبعد كده تسأل ازاي هتعالج النحافة. هتلاقي الدنيا بعد كده بقت بسيطة جدا وبأقل المجهود عشان توفر وقتك وفلوسك. ما تسمعش وصفات كتير، ما تجربش كتير، لازم تعرف المشكلة عندك فين وتروح تعالجها. يبقى احنا هنعرف احنا عندنا المشاكل في ايه، هنعمل تحليلات غدة درقية، هنعمل تحليلات انيميا، هنعرف وظائف الكبد والكلى، هنعرف الحاجات دي كلها عندنا خلل فيها هنعالجها. بعد كده الامر هيبقى سهل وبسيط باذن الله. تاني حاجة لازم 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 تبقى عارف سعراتك الحرارية اللي محتاجها في اليوم قد ايه عشان تقدر تزود عليها. الموضوع ده هيوفر لك وقت وهيوريك النتائج في اسرع وقت. خلاص، ما تاكلش اي حاجة وما تاكلش اي حاجة بعشوائية. لازم تبقى عارف سعراتك الحرارية. يعني انا مثلا عايز 3000 كالوري عشان جسمي يثبت، لا انا دلوقتي عايز ازيد، يبقى اخليها 3500، اخليها 3600، اخليها 4000. لازم ازيد في السعرات الحرارية عشان الاقي نتيجة. اما انا باكل بطريقة عشوائية، طبعا احنا دلوقتي الاكل ده بيختلف من نسبة لواحد للتاني. يعني انا دلوقتي الناس تيجي تسألني يا كابتن انا باكل كويس وما بتخنش، طب انت الاكل الكويس ده عباره عن ايه؟ بيقول لي طب انا باكل مرتين في اليوم. واحد تاني يقول لي انا باكل مره واحده في اليوم. وهو ده كده اكل كويس؟ ما ينفعش الكلام ده. لازم تبقى حاسب سعراتك الحراريه، لازم تبقى عارف انت محتاج قد ايه عشان تزود عشان تلاقي نتيجه. ما تبقاش ماشي عشوائي وتنتظر النتائج هتاخد وقت طويل قوي كده وفضلت ماشي بعشوائيه. وحل بسيط عشان تحسب سعراتك الحراريه، في نقطتين ممكن تعمل الانبادي. يا اما اسيب لك لينك دلوقتي تحت في الديسكريبشن، خش عليه، هتدخل بياناتك، طولك، وزنك، سنك، هيقول لك انت محتاج قد ايه عشان تحافظ على وزنك ومحتاج قد ايه عشان تزيد. ده طريقه بسيطه بس مش دقيقه قوي. يبقى اسيب لك اللينك تحت، يبقى خش وشوفه. تالت نقطه عشان نعالج النحافه، لازم 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 تقسم وجباتك لوجبات صغيره على مدار اليوم. يعني انت دلوقتي بتاكل وجبتين كبار، لا قسم الوجبتين الكبار دول الاربع 5 وجبات صغيرين على مدار اليوم، بحيث انك كل 3-4 ساعات تاكل لك وجبه. الموضوع ده هيفيدك جدا، هيخليك دايما محتاج ونفسك مفتوحه للاكل. بدل لما تاكل وجبه كبيره تلكمك طول اليوم، لا
كل وجبات صغيره، طبق متقسم بروتين اللي هي الفراخ واللحمه والحاجات اللي احنا عارفينها، شويه رز كويس، شويه نشويات كارب ايا كان نوعها، كارب نضيف، وشويه دهون صحيه، وشويه خضروات. طبق صغير كل 3 4 ساعات تاكلك طبق من ده. دي كده تعتبر وجبه، مش تدبها لي وجبه مقليه وحاجات فيها زيت ودسم وحاجات كده. لازم تقسم وجباتك وجبات صغيره على مدار اليوم، دي هتخلي شهيتك مفتوحة على طول. وابعد عن الاكل المسبك والمقلي والاكل التقيل، ابعد عن الحاجات دي كلها عشان هتلكمك، هتخليك شبعان. ابعد عن الالياف، يعني الاكل اللي فيه الياف كتير ابعد بيد عنه، عشان الالياف احنا اتفقنا ان هي بتخش المعدة بتحسسك بالشبع. ابعد عن الحاجات دي كلها عشان تعالج النحافة. رابع نقطة، عشان تعالج النحافة لازم تلعب رياضة. لازم تروح الجيم وتشيل حديد، لازم تروح الجيم تلعب رياضة وتشيل حديد. محدش يتكلم عن الرفع وهو ما بيمارس رياضة. لازم تروح تشيل حديد، لازم تعمل تمرينات مقاومة، لازم تعمل عليه ضغط وحمل ان هو يزيد عشان يعرف يتحكم ويتأقلم على الضغط اللي انت بتعمله عليه. لازم تروح الجيم ولازم تعمل تمرينات مقاومة. رابع نقطة، بس قبل ما نتكلم عن رابع نقطة خلينا نتفق ان زيادة الوزن دي ممكن تروح معاك في سكتين، يا اما هتزيد وزن عضلات يا اما هتزيد وزن دهون. احنا مش عايزين نزيد الوزن الدهون، احنا عايزين يبقى جسمنا شكله حلو ووزننا كويس ومنظرنا كويس، مش عايزين نزيد دهون. زيادة الدهون دي هتأثر عليك على المدى البعيد، هتزود لك الخلايا الدهنية في جسمك، هتزود لك الامراض اللي في جسمك اللي هتجيلك بعد كده، هتزود لك سكر، هتزود لك ضغط، هتزود لك كل الامراض اللي في الدنيا. احنا موضوع انك تزيد في الدهون ده مش عايزينه، احنا عايزين نزيد زيادة صحية، الزيادة بتاعت لعيبة الحديد والفتنس. عايزين نزيد عضلات وعايزين يبقى شكلنا يبقى كويس. وبالنسبة للبنات ما تخافيش لو رحت الجيم وطلع لك عضلات، العضلات دي مش معناها انك هتبقي روني كولمان وارنولد والشغل ده والبيج رامي، هيبقى جسمك شكله حلو وجلدك مشدود. خلاص يبقى احنا اتفقنا ان في طريقين، احنا هنختار الطريق الصح، ان احنا نزود عضلاتنا ونزود جسمنا بطريقة كلين بالك، اللي هو التضخيم الصحي او التضخيم النظيف، مش الديرت بالك. احنا مش هناكل اي حاجه قصادنا، احنا هناكل اكل نظيف، اكل محترم تاني. مش اي حاجه هتلاقيها قدامك هتاكلها، مش هتاكل اي سكريات قدامك، مش هتاكل اي بيتزاهات، مش هتاكل اي قرف قدامك هتاكله. الكلام ده مش هينفع. احنا عايزين نزيد زياده كويسه، زياده صحيه. الزياده الصحيه دي هتيجي عن طريق 3 حاجات، انك تاكل بروتين، هتاكل دهون صحيه، هتاكل كارب نضيف. ال3 حاجات دول لازم يبقوا يوميا في وجباتك. البروتين اللي هو الفراخ واللحمه، السمك، البيض. الكارب النظيف زي البطاطا، الرز، الشوفان، الحاجات دي كلها تعتبر كارب نظيف. الحاجه اللي بعد كده اللي هي الدهون الصحيه. الدهون الصحيه زي زيت الزيتون، الفول السوداني، زبده الفول السوداني، المكسرات بانواعها. الدهون الصحيه تعتبر من اهم المفاتيح اللي هتوصلك لزيادة الوزن. جرام الدهون الصحية فيه 9 كالوري، جرام الدهون وجرام الكارب كل واحد فيهم 4، يعني الضعف. لو خدت شوية فول سوداني في ايدك كده، الشوية دول ممكن يعملوا لهم 500 سعر حراري، شوية قد كده. هتاكلهم بين الوجبات، هتعلي سعراتك الحرارية بطريقة كويسة، بطريقة نظيفة، بطريقة صحية. يبقى احنا اتفقنا هنزود وزننا بطريقة صحية، بروتين، كارب نضيف، دهون صحية. مش هناكل اي اكل مش هناكل اي اكل قدامنا والسلام، مش هناكل حلويات وجاتوهات وهناكل مقلي وحاجات معفنه. هناكل بروتين محترم، كارب محترم، دهون صحيه. اخر نقطه واللي هتساعدك على زياده وزنك وعلاج النحافه، انك تشرب عصير فواكه، عصير فواكه طبيعيه. انا قلت تشرب مش تاكل، في فرق انك تاكل فاكهه وانك تشرب العصير بتاعها. تاكل فاكهه يعني انت دلوقتي معاك كيلو برتقان هتعصره وتشربه في كوبايه، وكيلو برتقان تاني اول برتقانه اكلتها انت كده شبعت. الفرق بين الاتنين، الفرق انك لما خدت كوبايه العصير دي فيها سكر وفيها سعرات حراريه عاليه جدا. كوبايه العصير اللي هو الكيلو صفصف على كوبايه عصير، اما انت الكيلو التاني اللي هو على بعضه كلت برتقانه واحده، والالياف اللي فيها والمواد الصلبه اللي فيها حسستك بالشبع، فانت كده ما استفدتش بالسعرات الحراريه. يعني عايزين ندخل سعرات حراريه كويسه على قد ما نقدر.
هتجيب الفواكه وتشربها على هيئه عصير. كده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب الحلقه تكون فادتك باي معلومه. ما تنساش لو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في الكومنتس هرد عليك. ما تنساش تخبط لايك، تشترك في القناه لو مش مشترك. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.